السلام عليكم. معكم امين من قناه امين للتعليم. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوا درس جديد ديال تتمه ديال السلسله ديال الدروس ديالنا ديال السلسله ديال البيروتيك. اليوم عندنا واحد الموضوع ديال غادي نشوفوا ان شاء الله ديال شنو هو الميكروسوفت اوفيس. يعني ميكروسوفت اوفيس شنو كتعني لنا؟ كيبان لنا اول حاجه واحد جوج كلمات، ميكروسوفت والكلمه الثانيه هي اوفيس. ديجا كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات، ميكروسوفت هي واحد الشركه عالميه كطرح دي لوجيسيال ديال الويندوز، مختصه في لي لوجيسيال ديال الويندوز. فاهمين؟ لوفيس شنو هي المعنى ديالها باللغه العربيه؟ هي المكتب، يعني بالفرنسيه هي لو بيرو. يعني تنقولوا لوفيس هي واحد البيرو، مكتب ديال واحد الانسان مثلا. دونك كيبان لنا جوج كلمات مختلفين، وشنو العلاقه اللي بيناتهم؟ دونك ميكروسوفت الشركه هي مولات الشيء، مثلا هي مولات ديك البيرو. انا نشرح لكم اكثر واكثر. ميكروسوفت هي مولات الشيء، يعني هي الشركه اللي كطرح دي لوجيسيال. لوفيس هو المكتب. نعطيكم واحد مثال بسيط. مثلا اي واحد فينا يوما ما بغى يفتح واحد المكتب، سواء المهنه ديالو ديك المكتب اللي غادي يكون. دونك مكتب يعني واحد شرا واحد المحل ولا كراه ولا شي حاجه وبغى يدير واحد العمل يقوم به. ضروري ديك المحل يعني غادي تجيب واحد البيرو ديالك باش تستقبل الزبائن ديالك. دونك ها انت جبتي مكتب، يعني جبتي واحد البيرو، كرسي باش تجلس انت وكتجيب البيرو ديالك. علاش جبتي البيرو ديالك؟ باش تستقبل الناس. وشنو اللي غادي يكون في وسط داك البيرو؟ بطبيعه الحال اول ما كيطيح على الذهن ديالنا ضروري اي مكتب خاصو ستيلو وخاصو كتوبه، تا دوكيمون وراق، يعني وراق وستيلو. تقول لي علاش جبتي لنا هذا المثال؟ غنقول لك بانه شكون اللي فتح داك المكتب؟ نتايا. شكون اللي شرا داك البيرو؟ انت. شكون اللي شرا داك ستيلو وورقه باش حطهم فوق المكتب باش زينتي باش يجي الكليان ملي يجي عندك يلقى جالس فوق البيرو مجهز ومنظم؟ نتايا. دونك ميكروسوفت هي اللي شرات داك المكتب. مفاهمين؟ والمكتب من خلال ميكروسوفت شنو كيعني ليها؟ هما ديك لوجيسيال ديال الويندوز اللي فيها ميكروسوفت الوورد والاكسل والباوربوينت والاوفيس والاكسس. فاهمين؟ هذا دونك ميكروسوفت شرات واحد المكتب وطرحات فيه، عمرات داك المكتب بهاد ادوات لك ميكروسوفت اوفيس وورد. فاهمين؟ انا نشرح لكم شنو كيعني ولاش كيصلاح، والاكسل والباوربوينت والاكسس. مفاهمين؟ دابا فهمتيو شنو المعنى ديال ميكروسوفت وعلاش قلنا ديك الاوفيس شنو كتعني لنا. وطرحت لكم ديك المثال بسيط باش تقارنوا وتفهموا شنو هي ميكروسوفت اوفيس. واخا سيدي، دونك قلنا ميكروسوفت اوفيس هي واحد الشركه كطرح دي لوجيسيال دو ويندوز. هكاك. ومن ضمن هاد لي لوجيسيال ديال ويندوز كاينين ادوات باش كنخدموا في المكتب ديالنا، اللي هما كاينين الوورد والاكسل والباوربوينت والاكسل والاكسس. بطبيعه الحال الشركه ديال ميكروسوفت من العام تقريبا من 3 سنين تقريبا كدير دي نوفوتي، يعني كدير مثلا كانت كريات في 2003 مثلا ميكروسوفت وورد 2003 داز تقريبا 4 سنين حتى ل 2007 طرحات ميكروسوفت وورد جديد، يعني ضافت ميزات جداد على الميكروسوفت ديال 2003. عاوتاني في 2010 طرحات مميزات جداد، تحديثات باش كتطور المنتوج ديالها، وسماتو ميكروسوفت وورد 2010. ودابا اخر اصدار كاين هو في 2013. مفاهمين؟ واخا سيدي. دونك سيدي قلنا ميكروسوفت وورد كاين. لاش كيصلح؟ شنو المعنى ديال ميكروسوفت وورد؟ لاش كيصلح؟ اول حاجه كيبان لنا ميكروسوفت اوفيس، يعني ميكروسوفت اوفيس شرحتها لكم قبيله وحدها كلمه وورد. الوورد شنو المعنى ديالها؟ هي الكلمه باللغه العربيه الفصحى، مختص هاد اللوجيسيال هذا في التخاتمو ديال دو تكست، يعني الكتابه.
فاهمين. وفيه دي ادوات كيساعدونا الكتابه والالوان وكيفاش نكتبوا نصغروا ولا نديروا كغا. المهم دابا نشوفوا ان شاء الله باذن الله في الدرس المقبل على غادي نخصو على مايكروسوفت وورد باذن الله. كل اوبسيون فيه غادي نشرحوها ان شاء الله. دابا عطيتكم غير لمحه على شنو هي مايكروسوفت اوفيس. واخا سيدي، دونك قلنا بالنسبه لمايكروسوفت اوفيس وورد مختص في الكتابه، تريتمون دو تكست، فاهمين. دونك الكتابه لان وورد هي كلمه. الاكسل شنو هو الدور ديالو؟ هو ملي تنبغيو نكالكيلو شي حاجه، يعني الحساب ولا كنديرو دي طابلو و تنكالكيلو دي زوبسيون، كنديرو عمليه حسابيه و تنكالكيلو عن طريق مايكروسوفت اوفيس اكسل، فاهمين. الا قلنا باوربوينت كنسمعوا بها حتى هي علاش كتصلح لينا؟ مثلا شي واحد باغي يقدم واحد المشروع لواحد الشركه، تيقدمو عن طريق هاد اللوجيسيال مايكروسوفت اوفيس وورد، يعني كيقدم الفكره ديال المشروع ديالو والطريقه ديال التحليل ديال المشروع والخلاصه ديالو والاهداف ديالو والسلبيات والايجابيات ديالو عن طريق واحد الشكل اللي كيديكوري داك البريزونطاسيون، يعني هو خاص بالبريزونطاسيون واحد المشروع مثلا. ولا مثلا شي الاف كيقدم واحد ليكسبوزي ديالو ولا فان سوتنونس ديالو عن طريق شي حاجه كتكون مديكوريه. كنسمعوا مثلا مايكروسوفت اوفيس لاكسيس كيفاش شنو كتعني لنا؟ كتعني لنا هي كتقوم بالتسجيل ديال معلومات على الموظفين. مثلا كيكون فيها دي طابلو، مثلا عندنا واحد الشركه وعندنا موظفين ولا العمال، كنبغي نديرو داك لاكسيس خاص باش انه تيكلاسي لنا كل واحد شنو السميه ديالو، فاهمين، والعنوان ديالو والادريس ديالو بالتفصيل. هادو هما لي مايكروسوفت اوفيس تقريبا اللي معروفين كاينين. واخا سيدي، دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي نحصلوا على هاد المايكروسوفت اوفيس عن طريق لو بيرو. يعني كاينين 3 ديال الطرق باش كنحصلوا على لي مايكروسوفت اوفيس. وملي تنقول مايكروسوفت اوفيس يعني كتشمل لينا كنلقاو في وسط منها الوورد، الاكسل، باوربوينت الى اخره. دونك الطريقه الاولى كيفاش كنلقاوها هي كنمشيو نيشان كليكيو على ديماغي. ملي تنكليكيو على ديماغي شنو كنديرو؟ كنكليكيو على تو لي بروغرام، موراها كنقلبوا على كلمه مايكروسوفت اوفيس. دونك ها هي مايكروسوفت اوفيس، تنكليكيو عليها تلقاو الاوفيس اللي عندنا، فاهمين. لاكسيس، الاوتلوك، الببليشر، الوورد حنا مخرجينه في الوورد، سا مارش. وهنا عاوتاني الطريقه الثانيه. دونك قلنا الطريقه الاولى هي هذه، ديماغي تو لي بروغرام مايكروسوفت اوفيس، كنلقاو المايكروسوفت اوفيس اللي عندنا، فاهمين. والطريقه الثانيه شنو هي كنمشيو عاوتاني لديماغي، بلاصه لا ريشيرش هنا كنكتبوا على مثلا كلمه وورد، هو غيجبد لنا اوتوماتيكمون. غنلقاوها هي مايكروسوفت اوفيس وورد 2007. نكليكيو عليها كيعطينا كيعطينا ليماج ولا ليكون ديال مايكروسوفت اوفيس وورد. نعاودوها، شنو قلنا كنمشيو لديماغي، نمشيو للريشيرش، نكتبوا اللي بغينا وورد. قبيله درنا وورد ياك، دابا حنا غنديرو الاكسل مثلا، نكتبوا اكسل ما جبدهاش. دونك نرجعو نديرو مثلا وورد، سامارش وورد عطينا سامارش. دونك وقعت شي ايرور قبيله وصافي هادشي اللي كاين. نورمالمون اكسل خاصو يعطيها، الا طبقتيوها حتى نتوما غادي يعطيوها. تكتبوا مايكروسوفت اوفيس اكسل سا مارش. دونك هذه هي العمليه الطريقه الثانيه. والطريقه الثالثه شنو كنديرو؟ كنشدو لا سوري بلا بوطون دروات، كليكيو عليها، كنمشيو جهه نوفو كيعطينا يعني كنقولوا عطينا دوسي على شكل، كنا درنا دوسي نورمال ما بغيناش، كاين يعني دوسي على شكل مايكروسوفت اوفيس لاكسيس، ولا دوكيمون مايكروسوفت وورد اللي تنشرح لكم دابا، ولا بريزونطاسيون باوربوينت، ولا الاكسل مثلا، فاهمين. دونك هذه كانت الحلقه اليوم، شرحت لكم على شنو هما لي مايكروسوفت اوفيس، شنو كتعني، شنو العلاقه ديال مايكروسوفت والاوفيس، وشنو المنتجات ديالها، لي لوجيسيال ديالها، وكيفاش كنجبدوا لي لوجيسيال عن طريق لو بيرو ديالنا. دونك كان معكم امين من قناه التعليم، واللي عجبو الفيديو ما يبخلش على خوكم امين بواحد جيم، ويتابونا معنا باش يوصلوا ان شاء الله كل جديد وبحول الله.